ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله، ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. بناء عن تعليقاتكم الجميله اللي فرحتني باذن الله ان شاء الله، حد طلب مني عمل البيتزا، رحت على طول قلت عينيا الاتنين حاضر. رحت قمت عملتها على طول، لان انا ما اقدرش ارفض لكم طلب، وعين الاتنين ليكم. وتعالوا يلا نشوف البيتزا الجميله اتعملت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه يحبكم في الله. تعالوا بقى نشوف البيتزا الجميلة، بسم الله ما شاء الله بتكتها الحلوة الجميلة. هنا نخلنا الدقيق مع بعض، حطينا على كل كيلو دقيق يا جماعة معلقة سكر، والتلاتة كيلو دقيق خدوا معلقة ملح. ودي معانا 2 معلقة خميرة على الكيلو، يعني مع التلاتة كيلو حطيت 6 معالق. وهنا معانا 4 معالق لبن بودر. لبن البودر ده يا جماعة بيخلي البيتزا طرية وطعمها جميل. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، بيخليها جميلة جدا. وحطيت زعتر، المكون الرئيسي الجميل اللي هيخلي البيتزا طعمها أحلى من المحلات كمان، الزعتر الجميل دوت. الزعتر ده يا جماعة فيه منه بري وفيه منه اللي هو المصري العادي. ده انا جايباه اللي هو المصري اللي هو البذور. كده قلبنا كل المكونات الجافة كلها مع بعض لحد ما تتخلط كلها في قلب بعض. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنقلب كل المكونات ديت لحد ما نتأكد ان كل المواد الجافة اللي انا حطيتها كلها دخلت في الدقيق. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنحط هنا معاكم بقى دول 3 علب زبادي. الكيلو بياخد معلقة مع كوباية زبادي بس، يعني الكيلو بياخد كوباية زبادي بس. وهنحط إن شاء الله بإذن الله مع بعض زيت زيتون. زيت الزيتون بسم الله ما شاء الله برضو، بدل ما هنحط زيت عادي هنحط زيت الزيتون عشان خاطر الطراوة بتاعت العجينة وطعمها وما تعملش حموضة. الكيلو بياخد معانا 3 معالق زيت زيتون بالظبط. انا هنا عشان عاملة كمية فحطيت ضعفت الكمية كلها في زيت الزيتون. هنقلب بقى الكمية ديت وهنيجي مع بعض هنحط المية. المية يا جماعة لازم تكون المية دافية، ما يكونش ساقعة من الحنفية خالص عشان العجين ما يبص. نحط مقدار العجين، شوفي في عجين معانا بيشرب مية وفي عجين لا. انا استخدمت للكيلو لتر مية، على حسب بقى اللتر كله خلص لا ما خلصش طبعا، على حسب العجين والدقيق معانا اللي ياخد. كده ان شاء الله بإذن الله هنعجن مع بعض بقى. كده هنعجن المكونات كلها مع بعض يا جماعة. المية تكون دافية مش ساقعة من الحنفية. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوة الجميلة، زي بناء عن طلبكم. انتوا طلبتوا مني ان انا اعمل البيتزا، نفذتها على طول ان شاء الله باذن الله. اللايك الجميل بتاعكم بقى ان شاء الله باذن الله عشان اتشجع بيكم ومعاكم ان شاء الله باذن الله. كده هنعجن كده العجين كله يا جماعة. انا عاملة 3 كيلو دقيق، يعني عشان خاطر انا بقول لكم لو انتوا عملتوا مقدار كيلو دقيق، الكيلو بيطلع 4 بيتزات. يعني الكيلو دقيق بيطلع 4 بيتزات. كده طبعا العجين لسه معايا عايز ميه. ما ترتبطوش يا جماعه، انا هقول لكم نتلوا ميه على على الكيلو، لا. ان شاء الله باذن الله نعجن بقى ونجيلكم بامر الله. كده العجين معانا بتاع البيتزا كده خلصناه وعجناه. لازم نعجنه كويس جدا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بص طول ما انا بحرك العجينه كده والطبق ما فيهوش اي حاجه من العجين تبقى العجينه بتاعتنا ناجحه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده هنسيبه يخمر ساعه. لازم يا جماعه لازم العجين يخمر ساعه، بتاع البيتزا بالذات لازم يقعد ساعه. هنعمل بقى الصلصه وهنوريكم الصلصه تتعمل ازاي. كده حطينا 6 فصوص توم في الخلاط ونزلت عليهم بالزعتر، وهنزل عليهم بالقوطة. كده نزلت عليها كده بالقوطة. هفرم بقى القوطة مع الزعتر مع التوم، وهوريكم ان شاء الله بإذن الله وانا بعملها بأمر الله. تعالوا بقى نشوف ان شاء الله الصلصة.
كده يا جماعه انا نزلت بالصلصه اهو في الحله ما فيهاش زيت يا جماعه. هوريكم دلوقتي الزيت هنحطه فين. كده هنحط الزيت يا جماعه على الصلصه، مش هنحط الزيت في الحله. انا بنزل بالصلصه في الحله ما فيهاش زيت ولا فيهاش اي حاجه. نزلت اهوت كم معلقه زيت، يعني 5 6 معالق زيت كده. معانا هنا ملح، معانا فلفل اسمر، بابريكا، كمون، سنة السكر اللي انا بحطها في الصلصة على طول يا جماعة. اوعوا تنسوا السكر ده بالذات. هننزل بقى بالتوابل كلها كده في قلب الصلصة، هنقلب التوابل كلها مع بعضيها، هنسبك الصلصة بقى وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنعصج اللحمه مع بعض. طبعا انا وريتكم فيديو قبل كده وانا بعصج اللحمه. ان شاء الله باذن الله هنعصج اللحمه مع بعض. طبعا انا وريتكم فيديو قبل كده وانا بعصج اللحمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اكتبوا لي في التعليقات يا جماعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من صلى الله على الله بإذن الله. احنا كده شوحنا البصل اهو مع بعضينا، هننزل عليها باللحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل. معانا كده التوابل، معانا فلفل اسمر، معانا بابريكا، معانا قرفة وجنزبيل وملح. بسم الله اللهم بارك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وهننزل عليه بالفلفل وهنشوح كل الكلام ده مع بعضينا. بسم الله الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنصر شعبنا يا غزة يا رب إن شاء الله بإذن الله، نصرا عزيزا يتعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. نخلص إن شاء الله بإذن الله تعصيقة اللحمة وهنرجع لكم تاني. عجينة البيتزا خمرت اهي، سبتها ساعة كده. هنهبطها عشان خاطر نعرف نعجنها. لازم بعد ما العجينة تختمر نرجع نهبطها تاني ونعجنها عجنة كده بسيطة عشان تبقى معانا طرية. وان شاء الله باذن الله هي ملمسها الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، هي ملمسها جميل جدا. كده يا جماعه هندهن الصينيه ان شاء الله باذن الله زيت زيتون. لازم يا جماعه الصينيه تدهن زيت زيتون عشان خاطر الطعم بتاع زيت الزيتون يبقى في جوه البيتزا وبرده في قلب البيتزا من بره. زيت الزيتون والصلصه هي نهايتها بسم الله ما شاء الله. وادي الجبنه الموتزاريلا. بطن العجينة بتاعت البيتزا يا جماعة، الكيلو بيعمل 4 كور من البيتزا، بيعمل 4 كور يطلعوا لنا 4 صواني بيتزا. كده هنحط الصلصة اهيت. لازم اهم شيء ان احنا نحط الصلصة دي بمقدار يعني معلقتين زي ما انا بعمل كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. كده هنوزع الصلصة كلها في الصينية، ونخلي بالنا يا جماعة من الحروف بتاعة الصينية عشان ما تتحرقش. ريحة الصلصة بسم الله ما شاء الله. ده السر بقى اللي ما فيش ولا محل بيعمله غير ام عمرو بس ان شاء الله بإذن الله. ده سر الصلصة الجميلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده برضه هنحط اللحمة اهوت يا جماعة. انا بحط اللحمة بايديا، انا ايدي نظيفة يا جماعة عشان ما حدش يقرف من ايديا. انا ايدي نظيفة وبحب اشتغل بكل حاجة بايدي، ولا بحب الجوانتات ولا الحاجات دي خالص. طول ما انا ايدي نظيفة الحمد لله رب العالمين. طول ما انت ايدك بتغسليها ال5 فروض في الوضوء فاعلمي ان ايدك ان شاء الله باذن الله نظيفة مفيهاش اي حاجة. كده هنحط برضو الفلفل مع بعضينا. بسم الله اللهم بارك، لا حول ولا. تعالوا بقى ان شاء الله نشوف شكلها النهائي باذن الله. ده طبعا يا جماعه الشكل النهائي للبيتزا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ريحتها والله قلب ريحه الشقه عندي. اللهم بارك يا رب. جربوها وان شاء الله باذن الله مش هتبطلوا تعملوها ولا تشتروها من بره. وان شاء الله باذن الله استنى تعليقاتكم الحلوه الجميله، وان طلباتكم ان شاء الله اللي انتوا عايزينه اعمله لكم من عينيا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.